تشاو توتي، اهلا بكم في فلوج جديد ومغامره جديده من ايطاليا. غبت عليكم الفتره اللي فاتت، معلش كان عندي امتحانات الفتره اللي فاتت واتاخرت، ما كنتش عارف ان انا اصور وكده. بس رجعنا تاني والنهارده جاي علشان اجاوب على شويه اسئله كان الناس سالتها لي عن السفر في ايطاليا والعيشه في ايطاليا وازاي انا سافرت. هحكي لكم شويه حاجات كده. انا دلوقتي في الجامعه، هوريكم شويه اماكن في الجامعه، اماكن مختلفه، وبالمره نجاوب على شويه اسئله. خلونا نبدا باول سؤال واكتر سؤال الناس بتساله لي: انا جيت ايطاليا ازاي؟ موضوع ان انا جيت ايطاليا ازاي ده من اكتر الاسئله اللي كانت دايما بتتسال لي. انا جيت ايطاليا دراسه، بعمل ماجستير. بعد ما خلصت دراستي كدكتور اسنان في مصر، جيت هنا ايطاليا علشان احضر ماجستير في اداره المستشفيات. بصوا هنا في الجامعه عاملين لنا مكان كده نقعد فيه لو عايزين مثلا نيجي نقعد نشرب حاجه. في هنا زي بحيره قدام كده، وجنب البحيره دي في بار صغير ممكن تقعدوا بقى وتشربوا اللي انتوا عايزينه. البار جوه بيقدم بقى حاجات، وبتقعدوا هنا في الكافيه هناك كده تشربوا اللي انتوا عايزينه على منظر البحيره ده. وهناك كده الجامعه بتاعتي. تعالوا بقى اقول لكم ليه انا اخترت اداره المستشفيات. اول حاجه اخترت اداره المستشفيات لان الماجستير ده ليه علاقه بالمجال بتاعي كدكتور اسنان، بيديني فرص تانية ان انا لو مش عايز اكمل كدكتور اسنان او عايز اشتغل في مجال الاداره عموما ممكن اشتغل فيه، فبيفتح لي مجالات تانية. بس في اوبشن تاني، فكره ان الدراسه هنا في اداره المستشفيات ليها منحه. والمنحه يعني انت دراستك تقريبا كلها مجانيه بشكل كامل، تاخد فلوس من الجامعه، بيشيلوا من عليك فلوس الدراسه وكل الحاجات الحلوه اللي احنا نفسنا فيها دي. هنا في الجامعه بيبقى في ملاعب تنس وكره قدم وطايره وكل الرياضات ممكن تلعبوها زي ما انتوا عايزين، وسله طبعا. ده زي ملعب كرة قدم خماسي صغير كده. السؤال التاني اللي كان دايما بيتسأل على طول هو الدراسة هنا بالانجليزي ولا بالايطالي؟ الدراسة هنا في منها نوعين، في منها دراسة بيبقى بالايطالي وفي دراسة بالانجليزي. طبعا كل حاجة من دول ليها الطلبات والشروط بتاعتها. يعني مثلا لو انت هتيجي تدرس بالايطالي محتاج تقدم اثبات لغة ان انت بتتكلم ايطالي بليفل معين الجامعة بتطلبه. طيب الانجليزي بقى الموضوع مختلف شويه. لو انت كانت دراستك في الجامعه بالانجليزي ممكن تقدم شهاده اثبات لغه، في بعض الجامعات بتقبل الموضوع ده، شهاده اثبات لغه ان دراستك كانت بالانجليزي في مصر، ما بيحتاجوش وقتها اثبات لغه بالانجليزي. طيب لو مش موجود ودراستك كانت بالعربي محتاج تقدم ايلتس، وبيبقى بليفل معين برضو الجامعه بتطلبه منك. فانت بتشوف شروط الجامعه بتاعتك ايه وبعدين تبدا تتعامل على اساسها وتشوف المطلوب وتنفذه. مستشفى الجامعه هنا من اشهر المستشفيات في ايطاليا ومن اكبرهم، فبيبقى فيه اسعاف اللي هي الهليكوبتر زي ما انتم شايفين كده، بتيجي هنا على طول، وده مهبط للطيارات علشان لو في حاله مستعجله او حاجه تيجي على المستشفى على طول. قبل ما نجاوب على السؤال الثالث بقى، تعالوا نروح نصلي العصر الاول وبعدين نكمل. طيب هنكمل الأسئلة بتاعتنا علشان للأسف معرفناش نكمل في الفيديو اللي فات، الدنيا كانت ضلمت، فهنكمل دلوقتي. من ضمن الأسئلة حد بيقول إزاي أقدم أصلا في الجامعات الإيطالية. في موقع اسمه يونيفرسيتالي هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة. يونيفرسيتالي ده هو اللي عليه كل الجامعات وكل البرامج اللي ممكن تقدموا فيها وكل الكورسات وكل حاجة. بتدخل عليه وتحط اسم الجامعة أو اسم التخصص اللي أنت عايزه، وبتقعد تدور وتشوف كل التخصصات اللي موجودة، سواء بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، كل حاجة موجودة عليه، وتتابع عليه أول بأول. وكل ما بيظهر كورس جديد فتح للتقديم بيظهر على الموقع ده على طول. في سؤال تاني برضو بيقول ايه افضل الجامعات اللي انت ممكن تقدم فيها في ايطاليا او تدرس فيها في ايطاليا. افضل الجامعات بتتحدد حسب الكورس اللي انت رايح له، لان الرانك بيبقى حسب الكورسات او حسب الماستر اللي انت هتعمله في كل جامعة. مش كل الجامعات زي بعض، بس طبعا في جامعات مشهورة زي مثلا جامعة سابينزا هنا في روما، جامعة ميلانو مثلا اللي هي بوليتكنيكو دي ميلانو، في جامعة بولونيا مثلا. دي جامعات مشهورة، واغلب الجامعات في ايطاليا كده كده هي جامعات حلوة جدا وكويسة للدراسة. بس انت لو عايز تشوف التصنيف ممكن تدخل على جوجل وتسأل، هتلاقي كل التصنيف بتاع الجامعات. خلي بالك ان هي بتختلف حسب الماجستير مش حسب الجامعة او اسم الجامعة. يعني في جامعات بيبقى فيها الطب مثلا حلو جدا زي هنا في كاثوليكا من اعلى الجامعات اللي فيها دراسة الطب، لكن في جامعات تانية بيبقى حلوة مثلا في البيزنس اكتر، في جامعات تانية بتبقى حلوة في الهندسة اكتر. فكل جامعة ليها التخصص بتاعها اللي هي بتبقى كويسة فيه. هنروح بقى نتغدى وبعدين نيجي نكمل الأسئلة بتاعتنا. عندنا النهاردة مكرونة زي ما انتم شايفين كده، وده سمك. ما كانش عندهم فراخ النهاردة فجبت سمك. بيبقى عندهم طبعا لحمة تانية بس خنزير مينفعش شكله. وبطاطس بوريه وتفاحة وعيش وبيبسي. البيبسي هنا أو أي مشروبات ممكن تشربها زي ما انت عايز، تملى زي ما انت عايز. وده الأكل، نتغدى بقى. طيب بالنسبة بقى للمنح، في حد كان بيسألني عن المنح أنواعها والفلوس قد إيه ونظامها إيه
ازاي اقدم على المنحه والكلام ده كله. خلينا نبدا بانواع المنح الاول، وبعدين نبدا نتكلم ازاي تقدم عليها. انواع المنح بتختلف حسب كل جامعه، سواء هتاخد المنحه من الجامعه او من المقاطعه بتاعه الجامعه. يعني ايطاليا بتتقسم لمقاطعات زي مناطق كده. في منحه بتبقى جايه من الجامعه ذات نفسها، دي الجامعه بتديها لك علشان التفوق بتاعك، تديها للمتفوقين، والمنحة دي بياخدها عدد قليل من الناس. لكن في منحة تانية اسمها منحة المقاطعة. منحة المقاطعة دي بتتحدد حسب الدخل السنوي بتاع الأسرة، فأنت بتقدم لهم ورق تثبت لهم دخلك السنوي كأسرة كاملة، أنت ووالدك ووالدتك وأي حد عندكم في الأسرة، وأنتوا كام شخص في الأسرة، ومين بيتعلم ومين بيصرف والكلام ده كله، عندكم أملاك ولا لأ. بتبقى دباجة كده محفوظة وثابتة. تمام. بنروح نعملها نقدمها، اسمها بحث اجتماعي، بنقدمها ونترجمها وكل حاجة، وبعدين بنقدم بيها. دي اغلبنا بياخدها لان هم بيبقوا محددين دخل سنوي كبير جدا بالنسبه لنا كعرب او كمصريين بشكل اخص. الدخل ده بيبقى كبير جدا بالنسبه لنا، فاحنا بناخد المنحه بسهوله. طيب المنحه بيبقى نظامها ايه؟ المنحه بيبقى نظامها في الغالب يعني ان هم بيشيلوا من عليك مصاريف الجامعه، وبيدولك مبلغ سنوي. المبلغ ده انت بتدفع منه ايجاراتك، بتدفع منه مصاريفك والكلام ده كله. هيكفي او مش هيكفي دي بتبقى حسب انت هتقعد مثلا، هتسكن فين، هتظبط دنيتك ازاي، الكلام ده كله. جامعتي انا بتبقى مختلفة شوية لان هي عندها منحة خاصة بيها هي، بنفس نظام منحة المقاطعة بس خاصة بيها. فالتقديم بيبقى على موقع الجامعة بتاعي مش على موقع المقاطعة زي بقية المنح التانية، لكن هي بنفس النظام ونفس كل حاجة ونفس الفلوس ونفس كل حاجة. هو بس الفرق ان الجامعة بتاعتي هي اللي بتقدم المنحة مش المقاطعة. تعالوا بقى نتكلم عن تكلفة العيشة في ايطاليا. تكلفة العيشة في إيطاليا بتختلف من بلد لبلد ومن مكان لمكان، بس هنتكلم عن افريج رينج معين ممكن نتكلم فيه. أهم حاجة طبعا في المصاريف اللي انت بتصرفها كل شهر هي السكن. السكن هو أكبر فلوس انت بتدفعها، وبيبقى مختلف حسب كل بلد انت فيها. يعني مثلا لو انت قاعد في ميلانو، فميلانو من أغلى الأماكن اللي ممكن تقعد فيها كطالب. بالنسبة لروما، روما بتبقى أرخص شوية من ميلانو في العادي، بس للأسف الفترة دي في حاجة اسمها جوبيليو. جوبيليو ده زي الحج كده، الناس بتيجي الفاتيكان هنا، في ضغط جامد على الاماكن والغرف، فالدنيا غاليه شويه. بس في العادي روما ارخص شويه من ميلانو. الرينج تقريبا بيبقى كام؟ انت عشان تاخد اوضه خاصه بيك ممكن تدفع مثلا من 600 ل 700، او هنا في روما ممكن تدفع مثلا من 500 ل 600. تمام. فانت تعمل حسابك ان انت هتدفع حوالي 500 600 في الحدود دي كده لو انت عايز اوضه لوحدك خاصه بيك. طبعا هي اوضه في شقه، فبيبقى فيه مثلا كذا اوضه او كده. طيب بالنسبه لو انت هتاخد سرير، السرير ممكن يبدا مثلا من 300 ل 350 يورو، حسب يعني انت هتقعد فين، والمكان بعيد عن الجامعه ولا قريب، ومكانه فين بالظبط، بعيد عن السنتر ولا قريب، والكلام ده كله. طيب مصاريفك الشهريه، لو انت مش هتشتري اكل من بره وهتطبخ في البيت، تقريبا هتصرف لك من 150 ل 200 يورو في الشهر. ده مصاريفك اكل وشرب بس، يعني حاجات بسيطه، اكل وشرب، طلباتك، مش عارف ايه الكلام ده كله. رينج 150 ل 200 يورو. هل في ممكن اصرف اكتر من كده؟ ايوه، لو انت هتروح مثلا تشتري اكل من بره كل اسبوع مثلا، لو انت هتخرج مثلا هتصرف الكلام ده كله. طبعا لو انت بتشرب سجاير هتصرف اكتر، فبتختلف حسب انت كشخص مصاريفك العاديه ايه، هتطبقها هنا هتبقى اغلى شويه. هنكمل الفيديو بتاعنا بقى من البيت. اول حاجه المنح بتختلف. كفايه اسكت يا بابا. اول حاجه المنح، اسكت. اول حاجه المنح. طيب يا جماعه، يعني هنستنى لحد ما الكلب يبطل، هنعمل ايه؟ بالنسبه بقى للحياه الاجتماعيه، الطليان هم اكتر شعب فريندلي ممكن تقابلوهم في اوروبا. الشعب حلو جدا، مش عنصري، بيساعدوك انك تدخل في وسطهم، ما عندهمش مشاكل ان هم يتعرفوا على ناس جديده وثقافات جديده، هتحبوا ان انتوا تختلطوا بيهم. انا كل اصحابي مثلا من ايطاليا، ما عنديش اصحاب من بره كتير، فسهل جدا انك تختلط هنا لو انت شخصيتك فريندلي وممكن تعمل اصحاب وكده. بالنسبه للشغل وانت طالب، هل ممكن تشتغل وانت طالب في ايطاليا؟ وبيبقى المرتب كام والكلام ده؟ بالنسبه للشغل في ايطاليا، لو انت طالب انت من حقك قانونك انك تشتغل 20 ساعه في الاسبوع. ال 20 ساعه في الاسبوع دول يعني تقريبا بمعدل 4 ساعات كل يوم. الفكره كلها ان انت عشان تشتغل هنا، لو انت بتتكلم ايطالي ممكن تلاقي شغل. الشغل في ايطاليا مش سهل قوي، لكن انت لو بتتكلم ايطالي هتلاقي شغل بنسبه كويسه. لو ما بتتكلمش ايطالي فدي بتبقى صعبه شويه. طيب انت لو مش بتتكلم ايطالي، ايه الاوبشنز المتاحه قدامك؟ ممكن تشتغل في الدليفري، في توصيل الطلبات، في جلوف وفي حاجات من دي، بس طبعا بيبقى صعب جدا انك تلاقي شغل. طيب بالنسبه للمرتبات، لو انت شغال بعقد 4 ساعات في اليوم اللي هم 20 ساعه في الاسبوع، فانت هتبقى مرتبك من 400 يورو مثلا، 500 يورو في الحدود دي، هيكفوك، هيساعدوك انك تدفع ايجار مع المنحه مع الكلام ده، هتبقى الدنيا كويسه. الفكره كلها في انك تلاقي شغل. طبعا في ناس بتشتغل من غير عقد اللي هو الاسود يعني، بس دي بيبقى ليها نظام تاني مختلف، وطبعا مرتبها بيختلف وما بيبقالكش حقوق كتير وحاجات من دي.
فانت اللي بتختار حسب الاوبشنز المتاحه قدامك. وبكده اكون جاوبت على قد ما اقدر على اغلب الاسئله اللي جات لي. لو انتوا عندكم اسئله تانية ما اتجاوبتش اكتبوها لي في الكومنتات، وان شاء الله هعمل فيديو تاني اجاوب على كل اسئلتكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.